السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم طلاب بريب 1. في الفيديو بتاعنا النهاردة احنا هنتكلم عن lesson 2 عندنا. lesson 2 عندنا بيتكلم بعنوان scientific notation. يعني ايه scientific notation؟ العلماء كانوا اخترعوا scientific notation ده ليه يا مستر؟ عندنا في حاجة اسمها large number وفي حاجة اسمها small number. large number زي ما نتكلم مثلا عن ثروة ايلون ماسك. ثروة ايلون ماسك هي بتتكلم عندنا، لو جيت قلت لك قول لي ثروة ايلون ماسك كام، هتقول لي يا مستر ده رقم كبير قوي، مثلا وليكن 90000. هتفضل تقول كل الزيروز دي تمام. وبالنسبه للسمول نمبرز، لو جينا قلنا حجم النمله كام، هتقول لي يا مستر ده ما يتشافش، ده 0.0000 حاجه، صح؟ فاحنا الساينتفك نوتيشن ده عملناه ليه؟ علشان ما نقولش النمبر الكبير والنمبر الصغير. فخلونا بقى نبص كده مع بعض. الساينتفك نوتيشن هو بيقول لك فيه فورمه معينه احنا هنمشي عليها. ايه هي الفورم دي؟ ال A في 10 باور n. يعني ايه يا مستر؟ بيقول لك وير، يعني ال A عندنا بتبقى من 1 لحد ال 10. يعني احنا بناخد الواحد، يعني ممكن نحط مكان ال A 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بس ما ينفعش ناخد ال10. وال 10 باور n، مين هو ال n يا مستر؟ ال n اللي هو الزد. قلنا الزد دي اللي هي الارقام اللي فيها مين؟ اللي فيها الزيرو والوان والتو والثري وهكذا والنيجاتيف وهكذا. يبقى احنا كده كل اللي انا عايزك تعرفه في الدرس بتاعنا هي الفورم دي اللي هي ال A في 10 باور n. ال A لازم رقم يبقى من الواحد لحد التسعة، وال10 بيبقى الرقم لازم يبقى في الزد. خلونا بقى كده على طول نخش على اكزامبل معانا من الكتاب المعاصر. بيقول لك which of the following written in scientific notation. لو جينا بصينا هنا كده على المسألة دي، هنا 4.6 4.6 في 10 باور 8، عندنا دي على شكل الساينتفك نوتيشن ولا لا؟ طيب نبص يا مستر، دي الايه عندنا 4.6 هي من 1 ل 9، ايوه. ال 10 باور 8، ال 8 دي في الزد، ايوه يا مستر. يبقى كده نقول ان هي معانا تمام. هنا 45 في 10 باور 8، يا نهار ابيض يا مستر 45، لا احنا قلنا اخرنا من 1 لغايه ال 9، فيبقى كده دي مش من الساينتفك نوتيشن. لو جينا بصينا هنا ملناش دعوة نيجاتيف او بوزيتيف، ليه بقى؟ لان هنا في ابسوليوت، يعني هنا الايه جاية مع ابسوليوت، فبالتالي يبقى هنا دي تنفع الحتة دي. بس هل هنا دي بقى تنفع؟ ال 10 باور 10 قلنا ان هي لازم ال n دي تبقى من الزد، فده من الزد يا مستر، فيبقى كده عندنا دي صح. فخلونا نكمل هنا. بيقول لك 0.72 في 10 باور نيجاتيف 6، هل دي هتعتبر من الساينتفك نوتيشن؟ نبص هنا، هل دي من ال1 لغايه ال9؟ لا يا مستر، دي اصغر من ال1، فبالتالي عندنا هنقول ان دي مش من الساينتفك نوتيشن. خلونا بقى ننتقل على السؤال اللي بعد كده عندنا او اكزامبل 2. تعالوا مع بعض. لو جينا بقى بصينا هنا، بيقول لك في example 2 عندنا write in a scientific notation. هو عايزك تكتب الاشكال دي على شكل scientific notation. هنا بيقول لك 82 ومديك 6 زيروهات، يعني 6 زيروز. احنا هنا هنعمل ايه عشان نحولها على شكل الساينتفك نوتيشن اللي كنا قلنا عليه؟ لو جينا بصينا هنا كده هنقول ان في ديسيمال، بس الديسيمال مش باينه، فيبقى بالتالي نحط علامه الديسيمال هنا، تمام. ونروح علشان نوصل للساينتفك نوتيشن بالراحه. هنمشي كده كام خطوه؟ ادي 1 2 3 4 5 6. لو انا وصلت هنا هيبقى ايه؟ 82. هل ال 82 تعتبر من الساينتفك نوتيشن؟ لا يا مستر، فيبقى نقوم مكملين هنا ونحط دي هنا كده يبقى 7. يبقى احنا مشينا 7 خطوات وفي الاخر وصلنا ان الناتج بتاعنا هيبقى 8.2. بس هنسكت؟ لا، هنقول في 10 باور 7. ليه قلنا في 10 باور 7؟ لان احنا اتحركنا 7 مرات، تمام. وعندنا بقى معلومة بتقولك لو احنا اتحركنا ناحية الشمال هتبقى بوزيتيف، اتحركنا ناحية اليمين هتبقى نيجاتيف، تمام. السؤال بقى اللي بعد كده بيقول لك برضو عايز يحول دي للساينتفك نوتيشن. هنعمل ايه يا مستر عشان نحول دي للساينتفك نوتيشن؟ هنا الديسيمال فين؟ هنا، فبالتالي هنتحرك ناحية ايه؟ اليمين. فنتحرك كام خطوة؟ ادي عندنا 1 2 3 4 5 6. اتحركنا كام خطوة؟ 6 خطوات. 6 خطوات ناحية مين؟ ناحية اليمين، وقلنا اليمين بالنيجاتيف، فيبقى بالتالي هنحط البوينت هنا تبقى 1.35 في 10 باور نيجاتيف 6، تمام كده. بالنسبة بقى لفكرة السؤال التالت عندنا بيقول لك 145 في 10 باور 8. هنا دي البوينت او بتبقى فين؟ بتبقى هنا،
فبالتالي احنا لو عملناها هنا هل هتنفع؟ لا، هتبقى 14. فنقوم عاملين كده، يبقى احنا اتحركنا كام خطوة؟ اتحركنا خطوتين ناحية الشمال، يبقى بوزيتيف. يبقى هتبقى 1.45 في، نكمل زي ما احنا بنقول، سيبك من ال 10 باور 8 دي، في 10 باور 2 عشان اتحركنا خطوتين، في بقى ال 10 باور 8. كنا خدنا معلومة بتقول لك لو نفس البيز بنعمل الباورز ايه؟ بلس يا مستر. فبالتالي هننزل نفس البيز اللي هو ال 10، والباور هنعملهم بلس هتبقى 10، وننزل نفس الرقم اللي جنبيه تبقى 1.45. فبالتالي يبقى عندنا الإجابة بتاعتنا 1.45 في 10 باور 10. ننتقل على السؤال اللي بعد كده، برضو حاطط لك البوينت هنا. هنشوف بقى يا مستر هنعمل ايه. هنودي البوينت الناحية التانية. هنمشيها كام خطوة؟ هي خطوة واحدة بس يا مستر، علشان هتبقى 2، وال2 هتبقى معانا، فبالتالي هتبقى 2.48 في، احنا مشينا خطوة ناحية اليمين، فبالتالي هنعمل ماينس فتبقى نيجاتيف بالشكل ده، في 10 باور نيجاتيف 7. بقى عندنا الشكل ده، قلنا هنعمل للباورز ايه؟ بلس يا مستر. فبالتالي لما نيجي نعمل نيرتيف 1 بلس النيرتيف 7 تطلع نيرتيف 8. فهنقوم كاتبين بقى المسألة بتاعتنا 2.48 في ال 10 باور نيرتيف 8. يبقى احنا كده فهمنا كل الاشكال. عايزك تحل بقى دي الواحدة دي بالنيرتيف، حلها ونراجع مع بعض عليها. لما تحلها هيطلع عندك ايه؟ عندنا هنا الديسيمال، فبالتالي هنتحرك علشان نخلي دي 1. هنتحرك كام خطوة يا مستر؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، وادي 4. يبقى اتحركنا 4 خطوات. ال4 خطوات اللي اتحركناهم دول يا مستر اتحركناهم ناحية مين؟ ناحية اليمين. وقلنا ان ناحية اليمين عندنا بتبقى ايه؟ بتبقى نيرتيف. فبالتالي عندنا الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ هتبقى نيرتيف 1.5 في 10 باور نيرتيف 4 عشان خرجنا 4 خطوات، في 10 باور نيرتيف 9. هنعمل دول بلس هتطلع 10 باور نيرتيف 13، ونحط نفس الرقم اللي هو نيرتيف 1.5. يبقى احنا كده خلصنا الشكل بتاعنا ده من الأسئلة. خلونا بقى ننتهي على الشكل اللي عندنا بعد كده. نبص بقى على الشكل اللي معانا بعد كده، واكزامبل 3. برضو كل الاكزامبل دي بنحلها من الكتاب المعاصر. بيقول لك write in standard form. مديك دي على الشكل بتاع الساينتفك نوتيشن وعايزة ترجعها تاني. فاكرين لما قلنا ثروة ايلون ماسك كانت 9000 هكذا؟ احنا هنعمل نفس الكلام هنا. دلوقتي هو بيقول لك 3.7 في 10 باور 5. هنا هنعمل ايه يا مستر؟ لو الباور عندنا بوزيتيف بنحرك ناحية اليمين، يبقى عندنا في دي عشان نرجعها، لو الباور بوزيتيف بنحرك ناحية اليمين، لو الباور نيجاتيف بنحرك ناحية الشمال. تمام؟ يبقى ده في الشكل بتاعنا، بس الناحية التانية كنا قلناها. يبقى عندنا هنا في 10 باور 5 هنحركها 5 مرات، ادي 1، وهننزل جنبها 4 زيروز، هتبقى 3 7 1 2 3 4. يبقى دي بالشكل بتاعنا عندنا، احنا رجعناها لشكل ايه؟ الستاندرد فورم. ننتقل على السؤال اللي بعد كده. دلوقتي مدينا ترتيب النيجاتيف، فيبقى بالتالي هنتحرك ناحية ايه يا مستر؟ ناحية الشمال. هنتحرك كام خطوة؟ هو قال لك 3 خطوات. فلو جينا مشينا هنا 1 وبعدين 2 وبعدين 3، مشينا 3 خطوات، هيبقى في 3 زيروهات. هنحط زيرو جنب اخر رقم، يبقى زيرو هنا وبعدين زيروهين وبعدين 7 3 8. فبقت عندنا بالشكل ده يا مستر. هو درس سهل جدا، بس شوية ستيبس بنمشي عليها والأمور بتبقى بسيطة. السؤال اللي عندنا بعد كده برضو بالنردف، يبقى هنمشي ناحية الشمال. تمام؟ فبالتالي عندنا نتحرك كام خطوة يا مستر؟ 5 خطوات. يبقى دي أول خطوة وفي 4 زيروات. هيبقى في زيرو قبل آخر واحد هنا، ونحط هنا 1 2 3 2.7. فيبقى عندنا بقى بالشكل ده. وطبعا ما ننساش النردف بتاعتنا هنا مفيش بوينت أقصد، هنا قصدي هتبقى 27 على طول. فبالتالي يبقى عندنا كده نردف 0.00027، وبقى بالشكل ده عندنا. السؤال بقى اللي بعد كده عندنا بيقول لك 7.19 في 10 باور 4. يعني 7.19 في 10 باور 4 هتبقى عاملة ازاي؟ ده باور بوزيتيف، فبالتالي هتتحرك كده. هتتحرك كام خطوة؟ 4 خطوات. ادي خطوة، ادي 2، وفي زيروهين، يبقى 7 1 9 0 0. يبقى احنا وصلنا عندنا للشكل بتاعنا ده. يبقى هو لو قال لك رايت ان ستاندرد فورم هنعمل زي ما انا قلت لكم، شمال هنعمل نيجاتيف، يمين هنعمل بوزيتيف. بالكلام ده بيبقى ايه؟ لو الباور بوزيتيف، لو الباور نيجاتيف. خلونا ننتقل بقى على الحاجة اللي عندنا بعد كده.
ننتقل بقى على السؤال اللي عندنا بعد كده. في اكزامبل 4 بيقول لك عندنا بلانيت، اي بلانيت معين مثلا ساترن، ايرث، مارس، اورانوس. دلوقتي هو بيقول لك ان هو بيبقى عندنا بيبعد عن مسافه من الشمس، مثلا قدرها ايه؟ عندنا الارقام اللي احنا قلناها بالساينتفك نوتيشن دي ارقام كبيره جدا بتبعد مسافتها عن الشمس. فبالتالي عندنا مثلا ساترن بيبعد الرقم ده، ايرث الرقم ده، هكذا. هنا بيقول لك بقى ايه؟ arrange the planets from closest to the farthest from the sun. يعني هو عايز يعملها من اقرب حاجه للشمس لابعد حاجه عن الشمس. فلو جينا بصينا هنا عن الارقام، اول حاجه هناخد الباور الكبير. الباور الكبير عندنا ال8 ولا ال9؟ ال9 يا مستر. فبالتالي يبقى الرقمين دول عندنا هم اكبر رقمين. نبص بقى على الحاجه اللي بعد كده، الرقم اللي هنا مين اكبر، ده ولا ده؟ لا يا مستر، ال 2.78 هو اكبر. فبالتالي يبقى ده اكبر رقم عندنا، يليه الرقم ده. نبص بقى على الاصغر رقمين، ده وده الاتنين 10 باور 8. نبص بقى هنا جنبها، هتلاقي دي 1.5 ودي 2.28. يبقى مين اصغر؟ يبقى دي يا مستر. يبقى اصغر حاجة عندنا ايه؟ صح يا مستر، يبقى اصغر حاجة عندنا الايرث، بعدين المارس، بعدين الساترن، بعدين اخر حاجة عندنا الاورانوس. ايه رأيكم بقى تيجوا نكتب الكلام ده؟ لما نيجي بقى نكتب الكلام ده عندنا، يبقى اصغر واحد اللي هو مين؟ اللي هو ال 1.5 في ال 10 باور 8. وبعدين بعدها عندنا هتبقى مين اكبر منها؟ ال 2.28 في ال 10 باور 8. يليها مين؟ ال 1.43 في ال 10 باور 9. واخر حاجة عندنا واكبر حاجة ال 2.87 في 10 باور 9. يبقى احنا كده ده الشكل اللي عندنا قدامنا دلوقتي. مسألة سهلة جدا، كل اللي اعتمدنا عليه ان احنا شفنا الباورز، مين اكبر باورز، وبعدين شفنا الارقام. خلونا ننتقل على اخر حاجه معانا النهارده. هنا بقى ناخد حاجه جديده وهي الاوبريشنز والنمبرز اللي هي في الساينتفك نوتيشن. يعني ايه اوبريشنز؟ يعني بلس، ماينس، باي، ديفايدد. خلونا بقى نبص على طول كده باكزامبل عندنا برضو من الكتاب المعاصر. بيقول لك 3.7 في 10 باور 5 بلس 2.3 في 10 باور 6. هنا هنعمل ايه يا مستر؟ الحل هيبقى على الشكل التالي. احنا لازم نخلي التن دي تبقى باور نفس الحاجة، فعايزين نخلي التن دي باور مثلا باور 5. فبالتالي هننقص، علشان هننقص هنودي الديسيمال ناحية ايه؟ ناحية الشمال. فعشان نودي الديسيمال ناحية الشمال يعني نروح واحدة هنا. فبالتالي هتبقى 2 3 مع بعض تبقى 23 في 10 باور 5. بالتالي بقى عندنا هما الاتنين نفس الايه؟ نفس الباور. تمام. وهنا في 3.7. هنعمل ايه يا مستر؟ هننزل نفس الباور واحد مع بعضه، يعني هنعمل مين؟ ده وده بلس بعض، فتبقى 23 بلس 3.7. وهنا باي 10 باور 5 زي ما هي. نعمل الرقم ده بلس، هيطلع عندنا 26.7 في 10 باور 5. هل كده خلصنا من المسألة يا مستر؟ لا، هل دي على شكل السنتيف نوتيشن؟ نرجع بقى لأول سؤال عندنا. شفت كل حاجة مرتبطة ببعضها ازاي؟ لو جينا عملنا هنا عشان نشوف هنودي الديسيمال هنا، بالتالي هتبقى 2.67 في 10 باور كام بقى؟ احنا ودينا هنا، قلنا لما نودي هنا هنعمل بلس، فتبقى 10 باور 6. فبالتالي بقى عندنا بالشكل ده. نخش بقى على السؤال اللي بعده والاوبريشن اللي بعدها اللي هي الماينس. برضو نفس الكلام، احنا عايزين نخليهم على سوا واحد. وممكن نخلي دي مثلا 8، ممكن نخلي دي مثلا ايه؟ 9. يعني مثلا نخلي دي 9 او دي 8. مثلا تعالوا نخلي دي برضو 8. فهنعمل ايه؟ زي ما قلنا طالما بننقص هنودي الديسيمال الناحية التانية. فهتبقى عندنا بالشكل ده 32 في 10 باور 8 ماينس 0.2 في 10 باور 8. فبرضه هنعمل نفس الكلام، ال 32 او النيرد في 32 وال 0.2 هنعملهم ماينس بعض. هيطلع عندنا الشكل التالي. هتطلع عندنا نيرتيف 31.8 في 10 باور 8. هل كده خلصنا؟ لا يا مستر، هنودي الديسمال فين؟ هنا، عشان تبقى نيرتيف 3.18 في 10 باور كام؟ 10 باور 9. زي ما قلنا وعملنا في نفس الحاجة اللي قبلها، اكيد هتبقى فاهم. نخش بقى على اخر اوبريشنز معانا اللي هي الديفايدد والمالتيبلاي. المالتيبلاي والديفايدد عندنا بقى هم اسهل بكتير. هنعمل ايه هنا؟ دلوقتي دول 10 باور 11 و 10 باور نيرتيف 4، هنعملهم ديفايدد مع بعض. فاكرين الديفايدد كنا بنعمله ازاي لو هم عندهم نفس البيز؟ اه يا مستر فاكرين. نيجي نعمل هنا الكلام ده. دلوقتي ده ديفايدد ده بنعمل ايه؟ بنعمل الباورز ماينس. فبالتالي 11 ماينس نيجاتيف 4 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 15. فتبقى 10 باور كام؟ 10 باور 15. يبقى دي عندنا وصلت ل 10 باور 15. وهنا برضو الشكل ده عندنا اللي هو 2.4، ناخد بقى ارقام مع بعض، على 1.2
هتطلع عندنا بكام يا مستر؟ هتطلع عندنا ب2. فبالتالي يبقى وصلنا ان الشكل ده عندنا ب2 وده ب 10 باور 15. فهتبقى عندنا الشكل الحقيقي يبقى 2 في 10 باور 15. فيبقى وصلنا للشكل ده عندنا. تمام. برضه بقى في الملتبلاي برضه هنعمل نفس الكلام يا مستر. هنعمل ال 10 باور 4 بلس ال 10 باور 2 اللي هو عشان هما ملتبلاي فهنعمل الباورز بلس، فهتبقى عندنا توصل بالشكل التالي. هتبقى 10 باور 6. وهنا برضه هنعمل للباورز ايه؟ هنعمل لده ملتبلاي ده. بعد ما نعمل ده ملتبلاي ده هنكتبها جنب بعضها. فيبقى بالتالي كده احنا عندنا خلصنا كل الافكار اللي ممكن تيجي على الساينتفك نوتيشن. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.